بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذا اليوم الأربعاء 16 من من شهر ذي الحجة عام 43 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، الموافق 15 من الشهر السادس عام 22 و2000 للميلاد. وصلنا إلى قول الماتن رحمه الله تعالى: فصل: موجبات الغسل 7. قال: فصل موجبات الغسل 7. هذا الفصل في موجبات الغسل وتوابعه، في موجبات الغسل وتوابعه. قال رحمه الله تعالى: موجبات الغسل 7. قلنا سابقا أنه إذا ذكر الماتن في أي متن العدد فإنه يدل على الحصر. قال: 7 خروج المني، يعني موجبات الغسل 7 خروج المني من مخرجه. من يقرأ؟ تقرأ الأخ منتصر، اقرأ الله يحفظك. فصل موجبات الغسل. اي نعم، الأخ منتصر مرغني. نعم، السلام عليكم الشيخ. اي تفضل تقرأ الله يحفظك. من أين أقرأ الشيخ؟ من قوله فصل موجبات الغسل 7. إن شاء الله. فصل موجبات الغسل 7. خروج المني من مخرجه بلذة وانتقاله وتغيب حشفة. أيوة. وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو دبر بضم الباء. أو أيوة. دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس. بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: خروج المني. المني هو الذي يخلق منه بنو آدم، الماء الذي يخلق منه بنو آدم. قال: من مخرجه. المخرج هو الصلب، إذا انتقل من محله. طبعا إذا انتقل المني من محله وجب الغسل حتى لو لم يخرج. وده تأتيك أيضا الآن اللي هو الموجب الثاني للغسل. قال: من مخرجه بلذة. بلذة يعني لا يوجب الغسل خروجه من غير مخرجه، يعني قال من مخرجه بلذة، فإذا كان بمرض وبدون لذة كان يخرج المني من شدة البرد. يعني هذا خروج المني مثلا من شدة البرد بدون لذة يوجب الوضوء، لا يوجب الغسل، يوجب الوضوء للغسل. ف يعني يستثنى خروجه مثلا من النائم ونحو النائم كالمغمى عليه أو السكران، فهو لا يشعر به ولا يشعر بلذة، فلا يشترط خروجه دفقا بلذة. هنا قال خروج المني من مخرجه بلذة، أي دفقا بلذة. لا يشترط من اللي هو من السكران أو مثلا النائم أو كذا أن يكون بلذة، فهذا لأجل خروج المني من مخرجه فإنه يغتسل كذلك. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب: إذا فضخت الماء فاغتسل. أخرجه أبو داود والنسائي، قال الألباني حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: خروج المني من مخرجه بلذة وانتقال المني. انتقال المني أي انتقاله من محله، انتقال المني من محله إلى، يعني من محله ولو لم يخرج من الذكر. إذا انتقل المني مثلا، مسك المني وما أخرجه، يعني شعور بالانتقال، يعني لا الخروج الفعلي، يعني انتقاله من الظهر، فهذا موجب للغسل، لأن الماء
باعد محله المني فصدق عليه اسم الجنب، ولأنه دلالة على بلوغ الشخص يثبت به البلوغ، وأحكام البلوغ مما تترتب على خروجه، يثبت به البلوغ وأحكامه كذلك مما تترتب على خروجه. فإن خرج بعد أن اغتسل، مثلا المني شعر بانتقاله، دحين قال وانتقاله انتقال المني، وألحق بذلك، ألحق العلماء بذلك انتقال الحيض، ألحقوا انتقال الحيض. فلو حست امرأة بانتقال الدم، حست بانتقال الدم حتى لو لم يخرج فيحكم بأنها قد حاضت، وهذا هو المذهب جزم به في الإقناع والمنتهى. فقال رحمه الله تعالى وانتقاله، أي انتقاله من محله، وقلنا هو شعور بالانتقال، لأنه يعني باعد محله فصدق عليه أنه جنب. فإن انتقل من محله، انتقل، قلنا انتقل ولكن لم يخرج، ثم اغتسل، شعر بانتقاله ثم اغتسل، فهل يعني هو اغتسل شعر بانتقاله ثم شعر بانتقاله ثم اغتسل الشخص هذا، ثم بعد ذلك خرج المني من ذكره، هل يغتسل مرة أخرى أم لا؟ يغتسل. لا يغتسل يا شيخ. ليش لا يغتسل؟ لأنه ما يكون بدفقة المني، على هذا اللي يكون بدفقة لازم ولا لا؟ لا يغتسل، لأن هذا لا يوجب غسلا آخر، لأنه مني واحد فلم يوجب غسلين، شرط اللذة فلم يوجب والانتقال. غسلين. انتفى شرط اللذة والانتقال. أيوه، هو الآن انتقل المني فوجب الغسل عليه، فراح اغتسل ثم خرج المني من الذكر. إذا خرج لا يوجب اغتسالا آخر، لا يوجب غسلا آخر، لأنه مني واحد فلم يوجب غسلين، خلاص اغتسل له. لكنه مثلا إذا خرج بعد هذا يوجب طبعا الوضوء، لأنه خارج من السبيل مطلقا، قلنا ذلك في نواقض الوضوء ولا؟ هذه مسألة أيضا نفس المسألة، بس أنها مسألة يعني نفس المسألة مشابهة لها يعني. فالشعور بالانتقال للخروج الفعلي، وقلنا انتقاله من الذكر، هذا يوجب الغسل. إذن هذا الشيء الثاني. الشيء الثاني انتقال المني، قلنا خروج مني من مخرجه. الشيء الثاني انتقاله. الشيء الثالث تغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل. تغيب الحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي الجلدة التي يختن الإنسان عندها، فإذا أدخل الحشفة كلها أوجب الغسل. لكن إذا أدخل الحشفة، طبعا الحشفة ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان، أما إذا أدخل بعض الحشفة هل يوجب غسل؟ من يجيب؟ السؤال ما مفهوم الشيخ مرة ثانية. قال هنا إدخال، قال هنا رحمه الله تعالى، قال وتغيب حشفة يعني كاملة، معنى كلمة حشفة يعني كاملة. وتغيب حشفة في فرج أو دبر ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، والإسلام كافر. لا بلا حائل، نتوقف عند كلمة بلا حائل. تغيب حشفة كاملة. طيب لو غيب، قلنا هو قال تغيب حشفة، فقلنا أن طبعا قبل أن نخرج من انتقاله، يمكن ما اتضحت الصورة. انتقال المني داخل الجسد معناه، ما أدري واضحة الصورة ولا لا. قلنا خروج المني من مخرجه بلذة، وانتقاله انتقال المني داخل الجسد، وإن لم يخرج خارج الجسد فيكون شعر باللذة، ولكنه حبس خروج المني أو لم يخرج المني مثلا، فهذه الصورة في حكم الخروج. ليش؟ لوجود الشهوة بانتقاله، فأشبه ما لو خرج المني. عشان السؤال كان يوم سألنا
كان الشباب مترددين. فكأن الاغتسال، لماذا الاغتسال كان في انتقال المني؟ لماذا؟ لأنه خرج بلذة ولا لا يا شيخ؟ الاغتسال لانتقال المني. انتقال المني. خرج أم لم يخرج؟ بس انتقاله. إذا الاغتسال حتى في خروجه لانتقال المني، ولذلك إذا خرج بعد اغتساله يعني لانتقاله فلا يغتسل قلنا، وإنما يتوضأ. فكأنه خرج من السبيل شيء طاهر، لأن المني طاهر، فينقض وضوءه، أو فينقض هذا الخارج وضوء هذا الشخص. إذا نوى بالاغتسال حدثين، وسيأتينا هذا، قبل أن يخرج المني وبعد انتقاله. يعني من أجل هذا كثير من العلماء يقولون أن يعبرون بذلك، يقولون الخروج، يعني الناقض الموجب الغسل الخروج، يقولون، ما يقولون هذا. من في صوت هنا كان في أحد الشيخ سراج، نعم، فقال يعني خروج المني وانتقاله موجب واحد. بعض العلماء يقولون يعني قصد الانتقال، يقول انتقاله موجب واحد، يقولون ان هذا موجب واحد وليس اثنين. يعني الايجاب من حيث ايش؟ من حيث ايش؟ من يجيب؟ من حيث الانتقال يا شيخ؟ من حيث الانتقال، نعم. فيعتبرونه موجب واحد مو موجبين. لكن هنا مسألة، مثلا الإحساس بانتقال دم الحيض، قلنا هذا موجب الغسل، الإيجاب من حيث الانتقال، لكنه معلق على الخروج، لابد من الخروج والرؤية. أما النفاس لابد من رؤية الدم، لأن إذا لم يكن هناك دم وكان نفاسا عاريا عن الدم، هل يكون موجبا للغسل؟ من يجيب؟ يلا حركوا الملكة الفقهية. هل يكون موجبا للغسل؟ ذكرناه سابقا في الدروس السابقة، هذا لا يكون موجبا للغسل. إذا خرج كان النفاس عاريا عن الدم، خرج الولد عاريا عن الدم، لا يكون موجبا للغسل هذا النفاس، بل إنها تتوضأ وتصلي وهكذا. واضح المسألة؟ إذن هذا سنذكره إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله في الحيض والنفاس. قال وتغيب حشفة في فرج أو دبر، طبعا في فرج أصلي بالجماع، فطبعا في فرج يعني أصلي، لكن قال في فرج أو دبر يعني في فرج أصلي. طيب إن لف على ذكره حائلا، قال هنا بلا حائل، في فرج أو دبر أو بهمة أو ميت بلا حائل. خلينا نأخذها حبة حبة. في فرج بلا حائل، إن لف على ذكره حائلا، هل يجب الغسل؟ مثلا كواقي ذكري كما هذا، هل يوجب الغسل؟ على كذا لا يجب الغسل يا شيخ، لأنه يقول بدون حائل. أحسنت، لا يوجب الغسل. لكن فإذا أنزل منيا هل يجب الغسل؟ من أجاب قبل قليل؟ لا يا شيخ. إذا أنزل لأنه يوجب الغسل. إذن يجب حينئذ الغسل لأجل إيش؟ لأجل إنزال المني. إذن لا للإيلاج، لأجل إنزال المني لا للإيلاج، كما قلنا الحائل مثل الواقي الذكري ولا هذه الأشياء. قال وتغيب حشفة في فرج، قلنا أصلي أو دبر. يا شيخ أحسن الله إليك، تفضل. هل يشترط في الغسل المني إنزال بلذة أو بدون؟ لا بدون لذة، إذا كان من نائم أو سكران، لأنه لا يشعر باللذة. لكن إذا كان من شدة برد أو مرض شديد، هذا يوجب الوضوء ولا الغسل؟ هذا الوضوء ولا لا؟ يوجب الوضوء فقط لا الغسل، وشرحناه قبل قليل. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. بس لازم تفرق في اللذة بين عدم اللذة في النائم وفي كذلك المريض ما في غسل،
لأنه بدون لذة هذا. ها هو لازم يقول خروج المني من مخرجه بلذة. وقلنا قلنا سابقا أن كل كلمة عند الفقهاء لها معنى. واضح؟ اي نعم. واضح يا شيخ. لحظة يا شيخ، لحظة. عليكم الشيخ. إيه تفضل. في هذه المسألة وتغييب حشفة، هذا علاج. كيف نجمع بينها وبين إذا التقى الختانان وجب الغسل؟ هل هو التلامس أم العلاج؟ ايوه دحين لا مو التلامس، لا. يعني اذا غيب نصف الحشفه، اذا غيب نصف الحشفه فانه لا يوجب الغسل على كلام الامام. وتغيب حشفه قلنا كامله. إذا التقاء الختانان تغيب حشفة كاملة. اي نعم، تغيبها كامله. يعني اذا ادخلها كلها اوجب الغسل الحشفه. اما بعضها فيوجب الوضوء لا الغسل، لحديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. حديث اخرجه البخاري ومسلم، اخرجه البخاري ومسلم. وفي روايه لمسلم: وان لم ينزل. ولحديث ابي هريره هذا الذي اخذوها، وانت ذكرت حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: ومس الختان الختانه، او ومس الختان الختانه فقد وجب الغسل. فقد وجب الغسل، اخرجه البخاري ومسلم. اما مس الحشفه للفرج بدون تغييب فهذا ايش؟ هذا يوجب الغسل. ها من يجيب؟ خلنا نرجع ورا شويه. احنا قلنا لمس المراه بشهوه او الذكر بشهوه، يعني الذكر الانثى من ذكر او انثى الاخر لشهوه، لمس احدهما الاخر لشهوه، هذا ينقض الوضوء ولا لا؟ بلا حائل. ينقض اذا الوضوء. اذا مس طرف الحشفه، مس يعني فرج المراه، فانه ينقض الوضوء. لكن اذا ادخلت الحشفه كامله بلا حائل فانه يوجب الغسل. اذا لان هذا ناقض الوضوء، لان مس احد الجنسين للاخر قلنا ناقض الوضوء ولا لا؟ فما بالك بهذا؟ هذا يسمى عند الفقهاء، ويمكن بعض الاخوه حضروا درس الورقات، يسمى قياس الاولى. قياس الاولى مس يعني احنا قلنا ان اللمس لازم باليد. ها مس الذكر للانثى والانثى للذكر لازم بيد. لازم باليد ولا لا؟ ولا مو لازم؟ لا يشترط باليد. لذلك قلنا لمس، وقلنا مس فرج آدمي متصل، مس فرج آدمي أو حلقة دبره بيد، هذه باليد. وقلنا حدود اليد وكل شيء. لكن الذكر لو مسها مثلا بأنفه، لو مس الذكر مس الأنثى بأنفه، أو مست الأنثى بذكر بأنفه لشهوة. احنا نتكلم عن المذهب الآن، ما نبغى نخرج عشان يعني نفهم تأصيل المسألة. لو مسها بشهوة بأنفه نقض الوضوء. طيب مسها بحشفة من غير أن يدخلها كاملة في فرجها بلا حائل ينقض الوضوء. فإذا أدخل الحشفة كاملة فإنه يوجب الغسل. واضح؟ طبعا ذكرنا في السابق الفرق بين الإيجاب موجبات الغسل ونواقض الوضوء، ما نبغى نطول، بس ذكرناها في نواقض الوضوء أنهم يقولون عند الغسل الموجبات وعند هناك نواقض، وذكرنا إيش الفرق بينهما وإيش سبب قولهم هنا ناقض وقولهم هنا موجب وقولهم هناك ناقض. قال رحمه الله تعالى: وتغييب حشفة في فرج أو دبر. قلنا أن الحشفة هي التي يغتسل عندها، هي التي يختتن عندها الذكر الآدمي. طبعا يعني حشفة أصلية، حشفة أصلية. واضح؟ حشفة أصلية. إذن يعني الحشفة قلنا ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان، يعني كاملة هذه إذا دخلت تسمى يعني تسميات في هذا اسمه في العوام يسمونها تسميات معينة معروفة لديهم. قال: في فرج أو دبر. في دبر طبعا
ما حكم إتيان المرأة في دبرها؟ ما حرام. حكمه؟ حرام. إذا مع حرمة إتيان المرأة في دبرها، لكن إذا أدخلوا في دبر احنا نتكلم عن الغسل، يعني لا يستفاد من هذا الكلام إباحة ذلك، ولكن نقول لو حصل ذلك فإنه يوجب الغسل. احنا ما نتكلم عن أشياء أخلاقية الآن، ما نتكلم عن أشياء أخلاقية، إنما نتكلم عن حكم شرعي في موضوع واحد وهو الغسل. لو أدخلها في دبر حشفة تغيبها كاملة في دبر ولو لبهيمة هذا لا يجوز، ولكنه موجب للغسل لو فعله، يعني حرام. يحرم بل هو يعني جريمة. واتوهن قلنا من حيث أمركم الله. أي نعم، أو لبهيمة أو ميت، طبعا هذا محرم بلا حائل. إذا غيب الحشفة في فرج أو دبر أو ولو لبهيمة أو ميت بلا حائل، هذه كلها موجبة للغسل قطعا إذا غيب حشفة كاملة. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: وإسلام كافر. هذا كم؟ هذا كم عدده؟ هذا رقم كم؟ الرابع. الرابع، أحسنت. وإسلام كافر، إسلام كافر يجب عليه أن يغتسل. قال: وموت. وموت. ذكرنا سابقا إسلام كافر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذاك الصحابي أنه لما أسلم قال له: ألق عنك شعر الكفر واغتسل، وذكرنا هذا الحديث سابقا. قال رحمه الله تعالى: وموت. وموت أنه يوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام لما ماتت ابنته رضي الله عنها وأرضاها، أمرهم بقوله، أمر النساء اللي يغسلونها، أمرهم بقوله: اغسلنها 3 أو 5. في حديث طبعا أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وارضاها، قال اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك، أو أكثر من ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وكذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمن وقصته الناقة، قال فمات يعني لما وقصته الناقة فمات رضي الله عنه وارضاه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه ايش يعني؟ يعني وجوب الغسل، هذا امر يستلزم ايش؟ الوجوب. اغسلوه بماء وسدر، اخرجه البخاري ومسلم. يغسل الميت، ذكرنا هذا سابقا بس من يذكره. ايش تغسل الميت؟ لاجل الحدث او لاجل الحدث الاكبر من موجبات الغسل. ليش يغسل الميت؟ لا، كرامة للميت. ايش تسميها بلفظ فقهي يا شيخ منتصر؟ ابغى اللفظ الفقهي. ها، نسيت والله يا شيخ. من يذكرها؟ من يذكر؟ ايوه، تعبدا الشيخ. تعبدي، فيغسل الميت تعبدي. نعم، احسنت، بارك الله فيك. اذا هذا يعني بس يعني الموت من موجبات الغسل. يستثنى من هذا ايش؟ ها، من يخبر بالمستثنى من هذا؟ الشهيد يا شيخ. احسنت، يستثنى من هذا شهيد المعركة، لا يغسل ولا يعني لا يوجب عليه الغسل، اللي هو الموت في المعركة. الثاني، ها، الثاني الغريق والحريق. لا كلهم يغسلون، حتى يعني الجزء لم يغسل ييمم في الحريق، يعني إذا كان ما استطاعوا تغسيله. الثاني المقتول ظلما، فيعتبر هذا في باب الشهادة، ولكنه ليس شهيدا، كما قال البويطي رحمه الله، قال: ادفنوني بثوبي وقيودي فإني رجل مخاصم. هؤلاء لا يغسلان، بل يكره
غسلهما. وفي الإقناع قال يحرم غسلهما، يحرم ما يكره. يعني مسألة خطيرة. قال رحمه الله تعالى وحيض، وحيض ونفاس. هذه كم مسألة؟ كم موجب؟ ها من 7. يجيب؟ ايش هو السبعة؟ موجبات الغسل. ايوه، ايش هي الرقم كم وكم؟ هذا موجب ولا موجبين؟ موجبين، حيض أيوة ونفاس. احسنت احسنت. بس نسأل ذي الأسئلة مع انها بس عشان يعني اعرف انكم مركزين. يعني احنا ما عرفنا الغسل سابقا، وهذا الغسل بضم العين الاغتسال، وبفتحها الماء الذي يغتسل به. اذا قلت غسل، ولذلك كلنا نقول غسل، وهنا نقول غسل. الغسل شرعا هو استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص، على وجه مخصوص. إذا وصلنا إلى الحيض وإلى النفاس. طبعا أسلام كافر. حديث ثمامة بن أثال لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. بعض الأحيان نعدي أشياء فننسى ما ذكرنا الشاهد والدليل في ذلك. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الحديث أخرجه أحمد، قال الألباني صحيح. ولما أسلم قيس بن عاصم قلنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، أخرجه أبو داود في إسلام الكافر، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال الألباني حديث صحيح. قال رحمه الله تعالى وحيض. وحيض الحيض من موجبات الغسل، لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها فإذا أقبلت الحيضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي، أخرجه النسائي وقال الألباني صحيح. ولقول أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية للحيضة والجنابة، في رواية للحيضة والجنابة. قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء عليك، أو ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أخرجه مسلم. ما معنى شدة؟ هل هو الضفائر المعروفة أم؟ أيوة الضفائر، نعم الضفائر المعروفة عند الناس، نعم أحسنت، الضفائر المعروفة. يعني الضفائر هذه تحتي عليها 3 حثيات. الحين بنجي كيف تغسل المرأة، تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جناح إلى آخره، ستأتي هذه المسألة. بعد الطهر من الحيض لا خلاف بين العلماء في وجوب الغسل منه، وكذلك النفاس. قال رحمه الله تعالى وحيض ونفاس. النفاس طبعا بعض العلماء يذكر أنه إيش؟ نوع من الحيض النفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الحيض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت إيش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعلك نفستي. لما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لعلك نفستي، أخرجه البخاري ومسلم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الغسل من النفاس والحيض. لكن ذكرنا سابقا المسألة أنها إذا حست بانتقال دم الحيض، إيش اللي ذكرناه؟ من يجيب؟ ذكرنا أن إذا حست بانتقال دم الحيض فإن هذا موجب الغسل. أما النفاس طبعا معلق، بس معلق على الخروج، على الخروج وعلى الرؤية. أما النفاس لابد من رؤية الدم، لأنه إذا لم يكن هناك دم قلنا إيش؟ فإنها إذا كان طلع الولد عاريا من الدم، إيش الوضع؟ أنها لا تغتسل وإنما تتوضأ
قال رحمه الله تعالى: من يقرأ؟ من يقرأ؟ ها شباب. وسنة، ها منتصر أو سراج، من يقرأ من الشاشة؟ أبشر يا شيخ أبشر. وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. الاحتلام فيهما، الاحتلام فيهما. لا احتلام فيهما. واستحاضة لكل صلاة وإحرام ودخول مكة. ودخول مكة. اي نعم، احسنت. ايوه. ودخول مكة وحرمها ووقوف وحرمها، وحرمها. ودخول مكة وحرمها. نعم، ايوه. الله عليكم شيخ. وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة. وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة. أحسنت. أيوة. ورمي جمار ورمي جمار. أحسنت، بارك الله فيك. خلاص. قال رحمه الله تعالى: وسنة لجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء. ها، ذكر المصنف هنا من الأغسال المستحبة كم حالة؟ 16 حالة أو 16 حالة. ها، قال رحمه الله تعالى: وسنة لجمعة. طبعا احنا انتهينا من ذكرنا مسألة قبل أن نتجاوز حيض ونفاس. متى تغتسل؟ متى تغتسل المرأة في الحيض والنفاس؟ في مسألة مهمة جدا في هذه المسألة. متى تغتسل؟ بعد انقطاع الدم. أحسنت، أحسنت منى، أحسنت فاطمة، أحسنتما سراج ومنتصر. إذا انقطع الدم طبعا لا يجب الغسل، قلنا إذا ولدت ولادة عارية عن دم. طب إذا كانت تصوم، طبعا إذا الصوم أنها إذا كانت حائض أو نفاس لا تصوم يعني. فإذا ولدت ولادة عارية عن دم هل تصوم أم لا؟ ها، ولدت ولادة عارية عن الدم تصوم أم لا؟ ها، من يجيب؟ هل يكون ذلك الشيخ لأنه في الولادة في قطع لا، ممكن تولد بدون دم. هذه حالة موجودة ذكرها الفقهاء، إذا موجودة. أي نعم. لا طبعا أحسنت أم محمد، لا تصوم. وأحسنت منى، لا تصوم. أي نعم، لا تصوم. لماذا؟ بل وتصلي، تتوضأ وتصلي إذا كانت الولاية عارية عن دم. وذكرنا ذلك، الولادة عارية عن دم، وذكرنا ذلك سابقا في الوضوء، أن إذا كانت عارية عن، قلنا أن من نواقض الوضوء موجبات الغسل، ولا لا؟ ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، ولا لا؟ لأن قلنا أن الموت هناك، قلنا أن الموت تعبدي، ذكرناه هنا الآن، جاتنا المسألة ذيك نفسها. ها، فإنها تصوم وتصلي، يجب عليها الصيام والصلاة. أي نعم، يجب عليها الصيام والصلاة. قال رحمه الله تعالى: وسنة لجمعة. نحاول أنه كل مسألة نأخذها كلمة كلمة، لأن المتن هذا متن مليان، يعني مليء بالأحكام، ولذلك كل كلمة فيه لها معنى. قال رحمه الله: وسنة لجمعة، يعني المسنونات قلنا المستحبات الآن التي ذكرها 16 حالا. الجمعة لحديث عبد الله بن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أخرجه البخاري ومسلم. فهذا غسل كامل كالذي في الجنابة. ولحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة، معروف الحديث، ويتطهر ما استطاع من
طهر بيته ويدهن من دهنه، يعني من دهن بيته. قال بعضهم أو يمس أو يمس أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت، يعني ينصت الإمام إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. الفقهاء سبحان الله، يعني ما دام فيه الحديث هذا، ما دام هذا الحديث يعني فيه فضيلة وكذا، قالوا مسنون، فيسن أن يغتسل لصلاة الجمعة كل ذكر. طيب الأنثى تغتسل؟ لا لا، كل ذكر حضر الجمعة، لا لأنثى. طيب هو هذا قال وسنة لجمعة، إيش مقصوده بجمعة هذه؟ هذا قد بعض مسجد إيش مقصوده لجمعة؟ ليوم صلاة الجمعة؟ جمعة، صلاة الجمعة يا شيخ، صلاة الجمعة، يعني مو مقصود يوم الصلاة. الجمعة. ها؟ المقصود الصلاة. أحسنت. إذا الذي يجب عليه صلاة الجمعة اللي هو الأنثى ما تجب عليها في المسجد ألا كذا، يعني الذي تجب عليه صلاة الجمعة هو الذي هو المسنون له. إذا يصلي لصلاة، يعني كل ذكر حضر الجمعة لا لأنثى فهو مسنون لصلاة الجمعة لا ليوم الجمعة. انتبه. متى طيب وقته؟ من طلوع الفجر إلى الجمعة، إلى أن تخرج للصلاة، مهمة توضأ. لكن أفضل شيء كما في حديث من غسل واغتسل، أفضل شيء أن يكون الأفضل عند مضي عندما يبغى يمشي، وأن يكون عن جماع، يجامع زوجته ويذهب ويغتسل ثم يذهب إلى صلاة الجمعة. فمن لم يغتسل قبل صلاة الجمعة، رجل مثلا ما اغتسل قبل صلاة الجمعة، هل يغتسل؟ يعني مثلا راح الجمعة ما اغتسل، يغتسل بعد الجمعة؟ اغتسل بعد العصر يوم الجمعة، أهم شيء يوم الجمعة يقول بعضهم. طبعا لا يسن له الاغتسال بعد الصلاة. خلاص، الاغتسال للصلاة مو اليوم، ليس ليوم الجمعة إنما لصلاة الجمعة، فلا يسن له الاغتسال بعدها لأن محلها قبل الصلاة، فتكون بعد الصلاة سنة فات محلها. فما ما ما ما, ما, ما كيف إذا يبغى يصليها هذه سنة فات محلها فما يغتسل. واضحة ولا لا؟ وطبعا في رواية أخرى في المذهب أنه يجب الغسل ليوم الجمعة لحديث أبي سعيد الخدري، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه البخاري ومسلم. هذا القول اختاره شيخ الإسلام، يعني اختاره شيخ الإسلام عند حالة واحدة اللي هو لمن له رائحة كريهة أنه يجب عليه وجوبا، واختاره ابن عثيمين رحمه الله تعالى مطلقا. قال رحمه الله تعالى وعيد. لماذا العيد؟ لأنه كالجمعة بجامع أنهما يوما اجتماع للمسلمين، ولحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. أخرجه ابن ماجه والبيهقي، قال الألباني حديث ضعيف. فيسن صلاة العيد في يوم العيد لمن حضر الصلاة إن صلى، وهذا طبعا يشمل الذكر والأنثى هنا، مو زي الجمعة، يشمل الذكر والأنثى كما ذكره الشيخ عثمان النجدي. هذا طبعا رأى بعض العلماء عدم سنية الغسل في العيدين لعدم قالوا ورود الدليل بذلك، لأن الدليل ضعيف، وهذا ما اختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، عدم سنية الغسل في العيدين، عدم سنية الغسل في العيدين. قال وعيد، يعني سنة لجمعة وعيد. وعيد قلنا العيد
عيد الفطر وعيد الأضحى، وكسوف واستسقاء، أي هذه الصلاة المذكورة، كسوف واستسقاء ولا كذا إلى آخره. الكسوف والاستسقاء يعني لصلاة الكسوف، وعند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء، وعند إرادة الخروج لصلاة الاستسقاء. قال طبعا ليش الكسوف والاستسقاء ليش قالوا أنها تسن؟ من يجيب؟ لأنها جماعة. يمكن قياسا على العيد ولا أحسنت، قياسا على الجمعة. احنا العيد بعضهم قالوا حتى عدم سنية ذلك لأن الحديث ضعيف، لكن قياسا على الجمعة لأنها يوم لاجتماع المسلمين. هذول بالنسبة للاستسقاء. قال رحمه الله تعالى: وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. ليش قال لا احتلام فيهما؟ الجنون يعني المجنون المعروف أو من أغمي عليه أنه يسن له يسن له أن يغتسل. طيب لماذا قال لا احتلام فيهما؟ لماذا قال لا احتلام فيهما؟ شباب. حتى لا يكون انتقال للمني وخروج. طيب لماذا قال لا احتلام؟ تحسبت لزوال، طبعا زال عقلهما المجنون والمغمى عليه. طيب لماذا قال مو في كل الأحوال لزوال العقل؟ لأنه حتى النائم وإلى آخره هؤلاء كلهم والسكران ما قال يسن لهما. لكن لماذا مع أنه يزول عقل، يعني عقل المجنون السكران وهكذا إلى آخره، لكن لماذا قال هنا لا احتلام فيهما؟ من يجيب؟ نبغى الملكة الفقهية. لأن الاحتلام ينقض يوجب الغسل. يوجب الغسل، إذا احتلم فيهما وجب الغسل. فهنا يقول وسنة طبعا لجنون وإغماء، لكن لو احتلم يجب الغسل وجوبا. فإن احتلم وجب الغسل، لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت: ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ثقل يعني في مرضه، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. المخضب يعني إناء يوضع فيه الماء لغسيل الثياب، هذا المخضب لغسيل الثياب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يسمونه القروانة ويسمونه كذا إلى آخره، يعني مثل القروانة يعني، بس هو المخضب إناء يوضع فيه الماء لغسيل الثياب. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا. اي نعم. قالت هنا وكان لو كان الغسل يكون للطهارة من احتلام. في المسألة السابقة أحسنتي فاطمة عبد اللطيف. قالت: ففعلنا ذلك فاغتسل فذهب لينوء، أي ليقوم، لينوء يعني ليقوم، فأغمي عليه الصلاة والسلام. ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: فضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء يعني ليقوم، فأغمي عليه ثم فأفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. أخرجه البخاري ومسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اغتسل لما أغمي عليه الصلاة والسلام. وطبعا لماذا قالوا والجنون؟ لماذا قالوا والجنون؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر عليه الصلاة والسلام فيغمى عليه، لكن لا يأتي الجنون إلى الأنبياء مطلقا. لا يأتي الجنون للأنبياء لأن الجنون زوال العقل، والأنبياء معصومون من ذلك، من زوال العقل الكلي في الجنون. إذن لماذا قال وجنون؟ لماذا قال وجنون؟ وسنة الجمعة يعيد كلمة وجنون وإغماء لا احتلام فيهما. لماذا قال وجنون؟
أي نعم، الجنون لعامة الناس، أحسنتي. لماذا قال وجنون؟ هذا قياسا على الإغماء، قياسا على الإغماء الذي لم يحترم فيه. فإذا أيضا جن فإنه يسن له أن، نسأل الله العافية، فإنه يسن له أن يغتسل. إذا احتلم فإنه يكون من باب خروج المني، قال رحمه الله تعالى: واستحاضة لكل صلاة، واستحاضة لكل صلاة، لكل صلاة مفروضة، يعني قصد لكل صلاة مفروضة. والمستحاضة قالت طبعا كما في الحديث اللي هو قالت يا رسول الله، الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، قالت إنما يكفيك إلى آخر الحديث. قالت واستحاضة، يعني هذه الاستحاضة، يعني لأن الاستحاضة ليست حيضا، فسن فيها الغسل، لأنها أصلا المستحاضة ما تغتسل، يعني المستحاضة، وإنما يعني تتوضأ وتصلي، لكنها إذا اغتسلت فهذا أفضل. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: واستحاضة لكل صلاة، لأنه لما شكت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: امكثي قدر حيضتك ثم اغتسلي، امكثي قدر حيضتك. أخرجه مسلم. ف يعني صارف هذا، أو يعني هذا يدل، يعني الاغتسال يعني صارف هذا عن الوجوب، قوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: لما كانت تستحاض فاطمة بنت أبي حبيش، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة. فهذا صارف يعني عن الغسل. إذا كانت لما شكت أم الحبيبة بنت جحش رضي الله عنها وارضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: إيش صارف ده؟ قال: ثم اغتسلي، امكثي قدر حيضتك ثم اغتسلي. طيب قدر حيضتها مكثت، بعدها نزل الدم، إذن هذا استحاضة. فيصرف هذا رواية البخاري في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي لكل صلاة، لأنها كانت تستحاض رضي الله عنها وأرضاها. قال رحمه الله تعالى: وإحرام. قال رحمه الله تعالى: وإحرام. الإحرام هنا دحين كم عدينا؟ سنة الجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون وإغماء لا احتلام فيهما واستحاضة وإحرام. كم الإحرام؟ كم سنة الآن؟ 8 يا شيخ. ها؟ 8. الثامن ولا التاسع؟ الثامن والتاسع. ليش؟ لأنه إحرام لحج أو عمرة، ولا لا؟ صح. إحرام لحج أو عمرة، فإحرام الحج وإحرام العمرة، هذا ثامن وتاسع. ده قلنا 16. أنا لما حسبتها جات 15، فرجعنا للإحرام وجدناه 2، فإحرام لحج وإحرام العمرة، فهذا 16. إذن قال رحمه الله تعالى: وإحرام. والإحرام لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي وقال الألباني صحيح. طبعا يقصدون كما قلنا بالإحرام الإحرام بحج والإحرام بعمرة. قال رحمه الله تعالى: ودخول مكة وحرمها، يعني دخول حرم مكة. إذا هذه 2 مو واحدة، دخول مكة لحالها وحرمها الحال، وحرم مكة الحال.
لما روي عن ابن عمر أنه كان يغتسل ثم يدخل مكة نهارا، وكان يذكر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه رضي الله عنهما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وابن عمر طبعا معروف حتى اسمه عند الصحابة معروف بالأثري من شدة متابعته لحديث ولأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ووقوف بعرفة. وقوف بعرفة، كيف وقوف بعرفة؟ يعني يغتسل في الوقوف بعرفة؟ ها، من يجيب سريع؟ الحج عرفة. قبل الوقوف في عرفة يا شيخ، يعني هو قبل الوقوف. معنى كلامه ووقوف بعرفة. أحسنت، بارك الله فيك. معنى كلامه ووقوف بعرفة أي قبل الوقوف بعرفة، يعني قبل الوقوف بعرفة. طبعا روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم جميعا أنهم في الوقوف بعرفة يغتسلون. قال رحمه الله تعالى: الحج الشيخ. نعم. ها؟ يقصد الحج نفسه. لا، وقوف بعرفة في الوقوف بعرفة نفسها، مو في الحج. لأنه دحين بيجيك هو مبيت بمزدلفة، لو يقصد الحج كان ذكرها مرة واحدة، كان قالوا حج. ها؟ وقوف بعرفة وطواف زيارة، وطواف زيارة. قال رحمه الله تعالى: ووداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار. كأنه يذكر في هذا. شوف، وقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. ايش تستشف من هذه المسألة عند ذكره لهذه المسألة كاملة، اللي هو الطواف الزيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار، يعني طواف وداع، يعني طواف زيارة وطواف وداع. ايش تستشف من هذه المسألة؟ أنه كأنه يذكر كل مكان يجتمع فيه المسلمون يسن الغسل فيه والتنظف فيه، قياسا على يوم الجمعة اللي هو صلاة الجمعة، يعني وذلك يعني في طواف الزيارة والوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار. فهذه أنساك يجتمع فيها الناس، يعني فيرون أنه يستحب فيها الاغتسال، يستحب فيها الاغتسال. وكذا قالوا لأنه استحب الغسل لكل أعمال الحج كذلك، فاستحب لأبعاض الحج. فيقولون يعني ما ثبت في كل الحج فإنه يجزئ في أبعاضه. يعني هذا حتى جعل بعض العلماء حتى في التوكيل في الحج. هذا طبعا عند بعض العلماء حتى يعني في التوكيل في الحج يعني يجزئ في أبعاض الحج، أنه يوكل في هذه في هذه في هذه في هذه. يقول ما جاز في الحج، هذه طبعا مثل قاعدة في الحج، يقول ما استحب لأبعاضه، يقولون يعني ما استحب لكل أعمال الحج استحب لأبعاضه. قال رحمه الله تعالى: وهذه مسألة كأنها ستطول قليلا، لذلك ما نبغى يعني ندخل في وسطها يعني، فنجعلها إن شاء الله للدرس القادم أو نقرأها. قال رحمه الله تعالى: وتنقض المرأة شعرها. من يقرأ سريع عشان الوقت؟ من يقرأ سريع؟ أقرأ شيء. أيوه. وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة إذا نعم لا جنابة. أيوه، إذا روت أصولها. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وتنقض المرأة شعرها، يعني وجوبا، انتبهوا، وجوبا. وتنقض المرأة شعرها وجوبا، يعني لحيض ونفاس. الحيض طبعا معروف عرق في الرحم يسمى العاذل، يخرج منه الدم. ونفاس قال لا جنابة، يعني يكفي أن توصل الماء، أي لا جنابة إذا روت أصوله. إذا روت أصول إيش؟ إذا روت أصول الشعر. فإذا روت أصول الشعر يعني يكفي أن توصل الماء. أحسنتي فاطمة، يكفي أن توصل الماء إلى أصول الشعر. إذا وصل الماء إلى البشرة خلاص يكفي.
ليش قال في جنابه وقال ما قال في حيض؟ قلنا وتنقض المرأة شعرها وجوبا يعني في الحيض. ليش في جنابه ما تنقضه؟ تروي اصوله وانتهى في جنابه من جماع من كذا الى اخره. لماذا؟ لانه في الجنابه تتكرر، في الجنابه المتزوجه تتكرر، فيكون نقضه فيه مشقه. نقض الشعر يكون فيه مشقه، لكن النفاس والحيض مره واحده، لانه يعني يجب عليها نقضه. ما قلنا يجب، لكن الجنابه ما يجب، لان المده فيه تطول غالبا فتتسخ المراه وكذا، ويجلس ايام. احسنتي. فتتسخ وكذا كذا، فقالوا لابد ان ايش؟ اما الجنابه فتتكرر. وكذلك لحديث ام سلمه رضي الله عنها وارضاها، قالت: يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسي اشد ظفر راسي، اي تجعل شعرها ضفائر، وبعضهم يقول ضفائر، هي ضفائر، ظفر ضاد، فانقضه لغسل الجنابه. قالت يعني فتسال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول فانقضه لغسل الجنابه، هل انقض هذا الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، انما يكفيك ان تحتي على راسك 3 حثيات، اي فتغسليه حتى يصل الماء الى جميع الشعر. الحثيه ملء الكفين من الماء، بس ملء الكفين من الماء، 2 الكفين كامله تجمعينها ثم تحطينها على راسك 3 حثيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما يكفيك ان تحتي على راسك 3 حثيات، ثم او حثيات، 3 حثيات او حثيات، ثم قلنا الحثيه ملء الكفين من الماء، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. أخرجه مسلم. هنا مسألة فيما يتعلق بالشعر في الوضوء وفي الغسل. في الوضوء الشعر ايش يسوي؟ يغسل. ها يلا ها يمسح يا شيخ. ها يمسح يمسح. في الوضوء. أحسن. وفي الغسل؟ في الغسل الدلك ولا لا؟ في الغسل يغسل. ما يدلك، يغسل، لذلك نسميه غسل. وفي الغسل في الوضوء يمسح، وفي الغسل يغسل. شعر اللحية في الوضوء غسل ظاهره فقط، وكذلك مسح الرأس في الوضوء مسح ظاهره فقط. أما في الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه معا. هذه الثانية. البشرة في الوضوء لا يشرع التصل، أما في الجنابة فيستحب إيصال الماء إلى البشرة. إذن هناك فرق، الغسل الشعر هنا والشعر هنا. ها في الوضوء مرة ثانية الشيخ يمسح اللحية، تمسح أم يخلل الماء؟ لا، تغسل اللحية، تغسل في الوضوء، تغسل، بس أنه يعني إذا كان كثيفة قلنا سابقا تكتفي بغسلها من برا، وإذا كانت قليلة تدخل هذا تغسل البشرة إذا كانت قليلة، وإذا كانت كثيفة يسن لك أن تخللها التخليل. لكن هنا في الوضوء في الغسل غسل، ما في غسل في الوضوء غسل. لكن شعر اللحية في الوضوء قصدي في الغسل غسل. أما شعر اللحية في الوضوء كذلك في الوضوء يعني تغسلها، لكن لا تخللها، ما تدخل الماء وكذا، لكن هناك تصل إلى البشرة. الغسل تصل إلى البشرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام، جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك.